السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. كلمتين واقفين هنا شويه، كلمتين واقفين لي هنا. قلت اطلعهم بدل ما اتخانق بيهم ولا اموت ولا اجرى لي حاجه بعد الشر عليا. ما طولش عليك وقلت طول. نصيحه لبنتي واختي، اذا كنت شغاله وظيفه او غير وظيفه، ونصيحه لابني واخويا، بقول له وبقول لك بلاش وانت في الشغل تحكي اسرارك لحد، وانت بلاش تقعد تحكي اسرارك لحد. بلاش تلعب بمشاعر الناس او الستات بمعنى اصح. وانت ان كنت مريضة بلاش تخربي بيوت الناس، بلاش تخربي بيوت الناس. بيتك مليان وبتحاولي تثبتي قدام الناس انك انت في بيتك ملاك وجوزك هو اللي شيطان، زي ما انت بالظبط بتثبت ان مراتك مهملة وملهاش لازمة عشان تستدر عطف الناس او عطف الستات. ومن خلال كلامك ومن خلال كلامها تعملوا علاقة. ما المعنى انك تشكي سرك اللي في بيتك لزميلة ليك في الشغل معناها ايه؟ ما تقولش بفضفض، ما ينفعش. اشكي لصاحبك، مع انه برضو غلط انك تكشف مراتك وتكشف اهل بيتك قدامه، ما ينفعش. والله ده اللي اتعودنا عليه. معنى انك تشكي وتقول مراتي حصل منها كذا، ومراتي ما بتعملش كذا، ومراتي كذا وكذا، صاحبك بيتخيل مراتك وانت مش حاسس. صاحبك بيدرسك وانت مش حاسس. وانت بالمثل، جوزي وجوزي وجوزي وجوزي، يقوم المريض نفسيا يلعب على الوتر ده. ده ما كنتش انت تقصدي كده. خلي اسراركم لله جواكم، بلاش خراب البيوت. ما حدش يقول لي بدون قصد، لا هقول لك انت جازتها وانت جازتها. اللي يعمل كده يبقى ناوي يخرب البيت. البيوت مش ناقصه، بيتك احسن من غيرك، وانت بيتك افضل او الف مرة من غيره. لو بصيتي ولو بصيت على بلاوي الناس هتهون عليك بلوتك. بلاش تطلع اسرار بيتك لبره، وخصوصا مع الصديق وخصوصا مع الصديقة، مع ان مفيش صديقة. من ساعة ما اسرارنا طلعت بره بيوتنا والدنيا خربت. روحي شغلك، خلصي شغلك وارجعي على بيتك معززة مكرمة، محدش هينفعك، وإلا هتتحول لعلاقات وحاجات وهتسبب كوارث. انتوا فاهمين وعارفين انا اقصد ايه، وكل اللي هيسمعني عارف انا بقصد ايه. اسرار البيوت ما تطلعش بره بيتكو، بره عتبة بيتكو. لو انت فعلا عايز تحافظ على مراتك، ولو انت خايفة على جوزك. الحديث ده ليه كمالة كبيرة، وفي روايات كتيرة من وراها حصل خراب، ورجعنا ندمنا. بس بعد ايه؟ فوات الاوان. عرفنا الحقيقة بعد فوات الاوان، بعد الدنيا ما خربت وما قدرناش نرجعها تاني، لان خلاص كان اللبن اتعكر والجزاز اتكسر. فلله اسمع كلامي، امك اختك اي حاجة، وانت اسمع كلام امك اختك. حافظ على بيتك وحافظ على بيتك لله. اللي انت تعبت فيه هيروح في هفوة، واللي انت مستحملاه مش هتعوضيه تاني. ده لو انت بتفكر ان هو تعبك، مش هتعوضيه تاني. تعب جوزك اللي انت بتشتكي منه ده في ناس كتير مش لاقياه،